لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثالثة لمهرجان المنصورية السينمائي للفيلم القصير مباشرة بعد مشاهدة الأفلام الستة المشاركة في مسابقة هذه السنة، وبعد التداول والمناقشة المستفيضين خرجت اللجنة المكونة من المخرج عبد الإله زراق والممثلة سناء بحاج والممثل رشيد العماري وعبد ربه أحمد سجلماسي. خرجت قلت اللجنة بالملاحظات، وهي الملاحظات التالية، وهي ملاحظات على شكل تنويهات ومتمنيات. فيما يتعلق بهذه الملاحظات أو التنويهات، أولا تنوه اللجنة بالمستوى التقني الرفيع للعروض السينمائية التي شاهدناها في هذه القاعة، وهذا المستوى مع كامل الأسف تفتقر إليه كثير من المهرجانات السينمائية ببلادنا، بما فيها بعض المهرجانات المتوسطة والكبرى. ثانيا تنوه لجنة التحكيم كذلك بوعي المسؤولين على مدينة المنصورية الجميلة بمختلف مراتبهم وتخصصاتهم، وعلى رأسهم السيد العامل والسيد رئيس المجلس الجماعي، بأهمية وعيهم بأهمية الفن والثقافة وتوفير ما يلزم من إمكانيات مادية ولوجستيكية للنهوض بهما، أي للنهوض بالفن والثقافة والسهر على مواكبة تفاصيل هذا المهرجان الفتي. ثالثا تتمنى لجنة التحكيم أن يرتفع عدد الأفلام المشاركة في المسابقة إلى 10 أو 12 فيلما ابتداء من الدورة القادمة، من 6 أفلام وعدد غير كافي، في حين أن المغرب أصبح ينتج الآن عددا مهما من الأفلام القصيرة يتجاوز 50 أو 60 فيلما قصيرا في السنة. كما أن اللجنة تتمنى أن يتم تحديد المدة الزمنية للأفلام المشاركة، لأن هناك أفلام تتجاوز مدتها 25 دقيقة. اللجنة تتمنى أن يتم اختيار أفلام قصيرة لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة أو 20 دقيقة. كانت هذه غير بعض بغينا نقولوا الملاحظات اللي قدمتها اللجنة على شكل تنويهات أو متمنيات. بعد إبداء هذه الملاحظات نمر مباشرة إلى النتائج التي أسفرت عنها مداولات